طيب انا البطه دي انا غسلاها، بس برضو قبل يعني لما بتتركن كده شويه بتنزل برضو شويه ميه، فهروح بس شطفه اخيره كده بعدين اجي نشتغل فيها. ادينا مستنين. فهناخد بس كده نص البرتقانه اللي عندنا وهنقطعها، وناخد الثوم بس كده نقطعه ان شاء الله 2 علشان بس نكهته تطلع اكتر. نص الليمونه، وزي ما عملنا البرتقان نعمل الليمون. تمام. طيب دلوقتي هناخد الملح والفلفل، نحط لها ملح وفلفل من جوه ومن بره طبعا. هناخد البرتقان والثوم اللي عندنا دول وهحطهم جوه البطه وبس. خلاص هنقطع بس كده وكده، وبعدين نرجع تاني نعمل نفس الحزوز دي بالعكس كأنها صينية بقلاوة. تمام. هاخدها بقى دي هحطها في الفرن. ازاي بقى هنسويها؟ هنحطها اول حاجة على درجة حرارة عالية، على اعلى درجة حرارة. الاول لازم اغطيها يعني أكثر من 200. اعلى درجة حرارة في الفرن. وبس عايزين كل شوية نبص عليها لان هي هتنزل مية، بس انا مش عايزاها تنزل ميه وتنشف وانا مش واخده بالي. هسه في صلصه. شوف انا بس الصلصه يعني هحط لها بس شويه طحين. ده احنا هنقول ان احنا عاملين البطه بتاعتنا هنا، فهنحط لها بس شويه طحين كده مكان الصلصه. ولو في طبعا شويه ميه فاضلين برضو من المرق يعني اللي فاضل مطرح شوي البطه برضو ممكن نشيله على جنب. بس هي لان البطه بتنزل دهن كتير، فاحنا بنستغل الدهن ده في ان احنا هنعمل منه صوص. طيب عندنا هنا طبعا الروزماري بنقدر نحط جوه عود، وبنقدر نحط هنا في ده عود. هنحط بقى الحاجات اللي عندنا هنا عصير البرتقال عشان وعصير الليمون. تمام. عصير برتقال وعصير ليمون مع بعض. تمام. هنحط لهم خل بلسمك. تحب ارفع لك هنحط لهم عسل لو سمحت. هنحط لهم عسل، وحطينا الروزماري. نقدر نحط كمان شويه من ليمون مبشور وبرتقال مبشور، وهنحط شويه ملح ورشه فلفل، رشه قرفه، ورشه جوز الطيب. تمام. وادي الصوص بتاعتنا مع البهاريز بقى بتاعت البط كلها. حلوه البهاريز. طيب برضو الفلفل والبطاطس والجزر واي حاجه احنا عايزين بنحطها في اخر ساعه من عمايل البطه بتاعتنا. اخر ساعه يعني احنا قلنا هنقعدها 3 ساعات، في اخر ساعه بنحط الكلام ده. طبعا طعمها لطيف جدا بيطلع ونكهتها حلوه.